ليش العرب يفتخرون في المغرب؟ ليش العرب يحسون المغرب بلدهم الثاني؟ وبس المغرب بس يلعب كل العرب الا بعض الناس الضعيفة النفس والناس الكارهة حق المغرب. وانا اقول اللي ما يحب المغرب مريض نفسيا، مصعد برشيد تنادي. المغرب تحسس يا اخي يرفع راسك، تحس ان قاعد تشوف شيء فخر يرفع راسك. شفتوا الجماهير المغربية في أمريكا وبتقولوا لي ليش بحب المغاربة؟ وين ما يروحوا المغاربة متذكرين إخوانهم، ما ينسوا. أشهد بالله أنكم رجال ولاد رجال، إن شاء الله يا رب تاخذوا كأس العالم، يا رب يكون الكأس من نصيبكم، والله غير تكون أحلى فرحة لنا. وبتلومونا ليش بنحبهم؟ شعب مشرفنا ومشرف العالم كله بحفظ القرآن، في الكرة، في كل المجالات، شعب جدا عظيم ومو متكبر. المغرب تحسس يا اخي يرفع راسك، تحس ان قاعد تشوف شيء فخر يرفع راسك. هذول الاجانب ما يعرفون هذا مغربي او هذا سعودي او هذا كويتي او هذا اماراتي، يعرفونه عربي، يعرفونه مسلم. فاذا رحت اي دولة اوروبية او شيء يقول لك انت عربي، ما يقول لك انت مغربي او يقول لك انت سعودي او يقول لك انت لبناني او يقول لك انت او بس. فلهذا السبب نفتخر في المغرب، نفتخر شيء اسمه مغربي. حتى اللي انا ماني مغربي لكن والله اني افتخر في المغرب وافتخر في الشيء اللي قاعد يسويه المغرب، شيء يرفع الراس، شيء نفتخر فيه. فهذا الشيء نقول ديما مغرب، وديما الفخر حق المغرب، وديما المغرب رافع راسنا.